السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هبة ودي قناتي، والنهاردة بإذن الله كده هعمل معاكم الغدا بتاعنا النهاردة بإذن الله. حاجة كده جميلة، هنعمل أكلات كلها بحرية. نعمل جمبري، هنعمل بانيه، هنعمل شوربة السي فود، وهنعمل رز بتاع السمك اللي هو رز الصيادية، وطبقين سلطة كده وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. لو انت اول مره تشوف الفيديو بتاعي يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبك. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. زي ما انتم شايفين انا نزلت اشتريت نص جامبو، وجبت نص وسط. ده جامبو اللي انا بوريه لكم دوت. ده من سعر 250 جنيه. ده النص كيلو عامل 125. والكابوريا الكبيرة ديت جبت نص كيلو بس عشان محدش بيحبها قوي. النص كيلو ب50. والجمبري الوسط دوت من سعر 180 جنيه، جبت نص كيلو ب80 جنيه. وطبعا كان عندي سمك بقى اللي هو اللي في جنب دوت. السمك دوت جوزي كان صيده امبارح وكده، فايه قلت اعمله بقى معاه. زي ما انتم شايفين كده الجامبو حلو قوي. ده هعمله بانيه كله، وهعمله بخلطة حلوة قوي تستاهل ان انت تجربيه. اللهم صل على النبي. هبدأ كده طبعا انضف الدماغ، وانضف القشر بتاعه، ونفتح ونطلع الكيس الرملي اللي بيبقى موجود في السلسلة واحدة واحدة كده مع بعض. لو انت اول مرة تشوفي الطريقة بتاعة التنظيف خليكي معايا متابعاني. وانت هتبقي استاذة في تنظيفه وفي عمايله كمان. حاجة جميلة قوي لما تعمليه في البيت كده، احلى ما تشتريه من بره بصراحة. يعني طريقته سهلة جدا. بالراحة كده ايه اقشر القشر بتاعه اهو واحدة واحدة كده. زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه ايديا متزفلطة، ايديا بتزفلط كده وانا بشد الديل. شايفين؟ ايديا كانت مزفلطة من الجمبري. واحدة واحدة كده طلعيها بالراحة. لو في اي حاجة طبعا دلوقتي هجيب شوكة او خلة. انا في البداية استخدمت شوكة، وبعدين لما بدأت ان انا اخلص الكمية كلها انا جبت خلة وكملت بيها. هنا جبت الشوكة هي وطلعت الكيس الرمل بتاعها. سهلة جدا ان انت تطلعيه. ده لازم يطلع من الجمبري عشان ما تحسيش ان انت بتاكلي جمبري بيقرقش في بقك. يعني وانت بتاكلي صباع الجمبري كده تحسي ان في حاجة ايه بتقرقش في بقك. واللون الاصفر دوت اللي في ايديا ده من الدماغ يا جماعة. طبعا هعمل واحدة كمان وياكم وهسيبكم واكمل الكمية مع نفسي. هعمل واحدة كده قدامكم اهي. على فكرة سهل جدا لما تطلعي الكيس الرمل يا جماعة والله. اوعي تعمليه كده او تجيبيه وتعمليه من غير ما تطلعي الكيس الرمل دوت. تحسي كده ان انت بتاكلي حاجة ايه قرقشت مرة واحدة في بقك كده. نقشرها زي ما انتم شايفين. انا فتحتها بالمقص كده من الظهر وطلعت معايا بسهولة جدا. برضو هنا في ايديا عمالة الزفلت. معلش. يلا نكمل. وهنا برضو شايفين السلسلة باينة خلاص اهيت، اللي هو الكيس الرملي اللي موجود في السلسلة بتاع الجمبرياية. اللهم صل على النبي. شايفين؟ اه. هاجي بقى بالسكينة بقى وهفتحها كده زي ما انتوا شايفين من الظهر. هخليها عاملة زي اكنك بتقطعي بانيه، عشان تبقى اما اجي احمرها كده تبقى بانيه، يعني معمولة بانيه حلوة كده. طبعا هسيبكم وعملت الكمية كلها نقحت كل الحاجات. اللي بصوا الجمبري الوسط ده وانا مسكت قطعت الدماغه بتاعته والحاجات كلها اللي هي ايه الشعر اللي بيبقى موجود فيه. انا عينته كله. هاجي بقى هنا ونعمل ايه. هعمل الخلطه اللي هتبل بيها البانيه بتاع الجمبري. بانيه الجمبري يعني. نزلت بنص طماطمايه او بطماطمايه كامله وشويه توم وربع بصلايه وشويه فلفل وشويه جزر. هضرب كله في الخلاط وانزل على الجمبري بتاعي المتنضف النضيف الجميل ده. شويه توابل كده حلوه من اللي فيها توم وكزبره وتوم توم وكزبره وكمون وشطه طبعا. بصوا بقى هنزل بيه كده في البوله اللي قدامي ديت. انا نضفته كله زي ما انتم شايفين وخليته وفتحته كمان عملته زي البانيه. هنزل بالخلطه الجميله ديت. هسيبه حوالي نص ساعه او ساعه، ونشوف بقى هنعمل ايه مع بعض تاني.
يلا بقى ندخل كده ونولع النار ونشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نحط زيت بقى في الحله بتاعتنا كده، زيت من الحلو كده اللي ريحته حلوه، ونبدأ مع بعض ونشوف هنعمل ايه. طبعا هنا بقى انا كنت برص الحاجات اللي انا هستخدمها عشان ما افضلش رايحه جايه. معايا بصل، معايا توم، معايا جزر، معايا شويه فلفل بارد على حامي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا حطيت الزيت والزيت سخن قوي، نزلت بالبصله هديها تشويحه كده لوحدها، وبعد كده انزل بالثوم. اللهم صل على النبي. وشويه ايه، شويه جزر كده حلوين مبشورين. ما اقولكوش بقى على الريحه، الريحه كانت تحفه بجد تحفه. لغايه كده خليكم معايا وحطوا لايك بقى. دي نص طماطمايه كده كانت باقيه مني، فانا حبيت احطها كده على ما اخلط الطماطم وهنزل بيها. هديها تشويحه ونشوف هنعمل ايه. الله على الريحه يا جماعه والله. حطوا لايك يا جماعه وخليكم معايا. يا ريت يعني لو الوصفه بتاعتي عجبتكم تكتبوا لي كومنت حلو كده منكم، الله يبارك لكم. هنا بقى خلطت 3 طماطمات بس صغيرين ونزلت بيهم كده. هسيبهم بقى على النار كده لغايه ما يغلوا. اول ما يبدأ يغلي معايا كده هنزل بالجمبري بتاعي اللي انا نضفته. بصوا ما خليتش فيه اي حاجه، زي الفل، جميل جدا. يلا ندي تشويحه كده ونشوف هننزل بايه تاني. الكابوريا الجميله بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله. الكابوريا دي يا جماعه والله العظيم كان طعمها جميل، حتى الرجلين بتاعتها كانت كلها لحم وكانت حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له. المحل بتاع عمي فتحي راغب اللي هو عند البنك الاهلي ده، انا شاريه منه بصراحه، ما بشتريش الا منه. حاجته جميله جدا وبيعمل اكلات حلوه، وبيوصل توصيلاته للمنازل لو حد عايز دليفري بيعمل. واكله ما شاء الله يا جماعه يفتح النفس، ربنا يبارك له، واسعاره جميله جدا. هعمل بقى خلاص كده، انا عملت حاجتين، هعمل بقى تالت حاجة، الرز بتاعنا الجميل الصيادية. بسم الله ما شاء الله. حبة زيت وننزل بالبصلة الجميلة اللي احنا كنا باشينها مع بعض، نسيبها تحمر وننزل بشوية المية زي ما انتوا شايفين. يلا نبهر طبعا هحط ملح بقى. هنا بدأت تغلي. عايزه اقول لكم ان الجمبري والكابوريا ما بياخدش سوا، يا دوبك غلوه واحده ونحط الملح ونروح نطفي بقى ونغطي الحله بتاعتنا. الجمبري يا جماعه ما بنسيبهوش يغلي على فترات طويله، علشان خاطر لو غلي منك جامد مش هيبقى حلو، هيشد منك ومش هيبقى طعمه حلو. هنا بقى خلاص بهرت طبعا بصوا، شويه كاري كده، شويه كاري او كركم زي ما انتوا عايزين. وطبعا هنزل بملح وشويه فلفل، هنزل بملح وشويه فلفل. وهبدأ بقى الرز جنب اهوت مغسول هنزل بيه على طول زي ما انتوا شايفين اهو، كل حاجه قدامكم. اللهم صل على النبي. خلاص الميه بتغلي او الشوربه بتاعه الرز دي بتغلي. طبعا انا ما حبيتش طبعا احط ميه من بتاعه الجمبري، انا بخلي شوربه الجمبري للشرب، لكن ما بحبهاش على الرز. هو كده جميل قوي وكان طعمه حلو وتحفه كده، حاجه كده جميله هتشوفوا في اخر الفيديو. كده شوربه الرز كده مظبوطه ومية مية. نشوف بقى نعمل المرحله اللي بعديها. خلاص بعد ساعة خلاص نزلت ببيضة كده على الخلطة بتاعتي اللي انتوا شايفينها ديت. نزلت ببيضة وجبت بقى ايه كيس الكريسبي اللي كان موجود عندي في التلاجة. انا مش اشتريتش، هو كان موجود عندي اهو، بس انا كان عندي بارد وعندي حار. انا طبعا عشان الخلطة فيها يعني فيها شوية حرقية شوية، فانا حبيت ايه اعمله بارد. حطيت منه شويه وحطيت 3 معالق دقيق عليهم، وهنشوف بقى نعمل ايه مع بعض. هغلب بقى الايه البانيه بتاعي. احلى بانيه كلته النهارده بجد، كان طعمه رائع جدا. بسم الله ما شاء الله حلو قوي. طبعا انا بوريكم واحده بس او 2، وانا هكمل انا بقيه الكميه زي ما انتم شايفين. 2 اهمت انا عملتهم قدامكم، وهكمل بقى وارجع لكم تاني. خلاص كده بعد ما خلصت كل الكميه، هبدأ بقى ايه احمر بقى البانيه بتاعي. بسم الله ما شاء الله كده. بجيب شوية مية صغيرين اهو، بعوزها مية كده
بعوز كل واحده بطلعها عشان قبل ما احطها في الزيت لازم اعوزها ميه عشان يطلع كريسبي ومقرمش زي ما انتوا شايفين اهوت. هبدأ بقى ارص كده الطاستين اللي انا حطاهم على النار، املاهم ونشوف هنعمل ايه مع بعض تاني. اللهم صل على النبي. خلاص نحمر بقى كده ونشوف الجمال. اللهم صل على النبي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، بجد كان رائع 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 رائع. بتاكلي كده حاجه كده جميله مقرمشه، وطعم الجمبري كده. طبعا انا ما حطيتش، عايزه اقول لكم برضو انا ما حطيتش اي توابل من اللي موجوده عندي. عايزه طعم الجمبري اكله جمبري، مش اكله توابل لحمه ولا اكله توابل فراخ. وعملت بقى طبق سلطه كده جميل مشكل كده، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. طبعا الاكله ما تحلاش الا بالسلطه، السمك والسلطه بقى والرز، حاجه كده ما شاء الله جميله جدا. وطبعا لسه ما حمرتش السمك التاني اللي جوزي كان صايده في الجنب اهوت، هحمره دلوقتي بعد الجمبري. خلاص كده. كانت اخر حاجه ورا اهي زي ما انتم شايفين. وبدات ان انا احمر السمك اللي هو الجميل اللي جوزي صيد. دي بقى حله الرز وحله الشوربه والجمبري. بدات اغرف بقى عشان نحول على السفره بتاعتنا. وبسم الله ما شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم يا رب. اتمنى يا رب كده. ادعوا لي ربنا يوفقني. وان شاء الله هتشوفوا مني كل جديد. مع الف سلامه.